تعالوا ناخدكم في رحلة كده بسيطة للناس أو هنفهم منها شوية معلومات عن المدارس الثانوية الفنية للتمريض. مبدئيًا مبروك ابننا نجح في الإعدادي وجاب مجموع، أيًا كان المجموع ده قليل أو مجموع عالي. هنعمل إيه عشان أدخّل ابني تمريض؟ مبدئيًا كده لازم نكون عارفين يعني إيه مدارس الثانوية الفنية للتمريض بتكون مدارس تابعة لوزارة الصحة أو تابعة لمديريات الصحة اللي موجودة في كل محافظة. تمام؟ في مدارس بتبقى تابعة للأمانة، في مدارس بتبقى تابعة للهيئة، أيًا كان كل المدارس دي بتكون في الآخر تابعة لوزارة الصحة والسكان. طيب أنا ابني جايب 250 وابني التاني جايب 275، 250 دخل، 275 ما دخلش، بس ابني ده في المحافظة س اللي هو 250 وابني اللي جايب 275 ده في المحافظة ص. طب ليه اللي جايب 250 دخل واللي 275 ما دخلش؟ هي كوسة؟ لأ هي مش كوسة خالص. كل محافظة ليها التنسيق بتاعها، بمعنى في محافظات بيكون الإقبال فيها عالي جدًا على التمريض، فبالتالي هالاقي التنسيق عالي جدًا، يعني في أحد السنوات إحنا أخدنا من 277 و278 أنا باتكلم من الدرجة النهائية الtotal 280 يعني فرق درجتين و3. طيب في محافظة تانية بيكون الإقبال فيها ضعيف، فهالاقي إن ممكن طالب جايب 250 أو 255 ودخل. طيب الموضوع ده ليه حل؟ يعني أنا ممكن آخد ابني من محافظة س اللي المجموع فيها عالي أو التنسيق فيها عالي لمحافظة ص اللي المجموع فيها قليل؟ للأسف الكلام ده مش متاح، لأن إحنا من ضمن الطلبات اللي بنطلبها من أولياء الأمور بيان نجاح ابتدائي وبيان نجاح إعدادي، ولازم يكون من نفس المحافظة، لازم يكون من نفس المحافظة. طيب حتى في بعض المحافظات بيبقى فيها مراكز والمراكز دي فيها مدارس، فالتنسيق نفسه جوه المحافظة بيكون مختلف من مركز للتاني. طيب الموضوع فيه واسطة؟ أنا باقول لك أنا من داخل المطبخ الموضوع ما فيهوش واسطة نهائي. حضرتك عشان تدخل تمريض لازم يكون معاك باسبور، باسبورك هو إيه؟ هو درجات ابنك أو مجموع ابنك، هو ده اللي بيحدد ابنك هيدخل أو ما يدخلش. طيب ابني دخل، مبروك ابنك دخل. طيب التنسيق مبدئيًا بيكون في الأغلب بيكون في شهر 7 في يوليو. حضرتك بتتابع مع المدرسة أو بتتابع مع مديرية الصحة وبتبدأ تعرف التنسيق إمتى، بتروح تسحب ملف، الملف بسعر رمزي جدًا، بتعرف الطلبات، في الأغلب الطلبات دي بتكون بيان نجاح ابتدائي، بيان نجاح إعدادي، شهادة ميلاد، صورة البطاقة الشخصية، وبعض الطلبات التانية البسيطة جدًا، البطاقة الشخصية بتاعة الأب وصور شخصية للطالب. طيب بيحصل بعد كده عملية التنسيق وبنبدأ نختار الناس اللي نجحت معانا ودخلت. طيب هنقول مبروك إمتى؟ مش هينفع أقول مبروك على طول كده، يعني أنا ابني دخل، ابني جايب 277 والحمد لله التنسيق السنة دي من 275 أنا باقول كمثال، 275 وابني دخل 277. طيب لمّا بيتقبل الطالب بعدها بيحصل حاجة اسمها كشف هيئة أو كشف طبي، بنشوف الطول، بنشوف الوزن، بنشوف النظر، بيمتحن الطالب إملا عربي وإملا إنجليزي وامتحان حاسب آلي، فلازم الطالب يعدّي من الامتحانات دي كمان علشان أقدر أقول اتقبل أو ما اتقبلش. يبقى أنا حاجتين مهمين، مجموعه وده بيبقى الباسبور اللي بيعدّي بيه إن إحنا خلاص دخلنا المدرسة، ولكن هيفضل دخوله المدرسة مُعلّق طالما ما دخلش امتحان الهيئة والكشف الطبي والاختبارات المطلوبة منه. طيب دخل الاختبارات دي كلها الحمد لله نجحنا، يبقى ابننا كده دخل مدرسة التمريض، مبروك دخلنا مدرسة التمريض. طيب هنعمل إيه بعد كده؟ بعد كده الطالب بيدخل مدرسة التمريض، النظام عندنا نظام الدراسة 5 سنين مش 3 سنين، النظام 5 سنوات، عشان كده الطالب بيطلع يعني لو اشتغل بعد ما يخلّص المدرسة على طول بعد ال5 سنوات، بيشتغل على الدرجة الرابعة فني تمريض، تمام؟ طيب ال3 سنين الأولانيين بيدرس الطالب مواد ثقافية زي العربي والإنجليزي وإحصا، فيزيا، كيميا، أحياء. وبعد كده بيدرس مواد تمريضية زي تمريض الجراحة، تمريض الباطنة، تمريض النسا والتوليد، تمريض عندنا الإسعاف والطوارئ، تمريض صحة مجتمع، وبيدرس زي المواد التمريضية دي مواد طبية، بيدرس طب باطنة، طب جراحة، طب نسا، طب إسعاف، الكلام ده كله. تمام؟ في ال5 سنوات في ال3 سنين الأولانيين بتكون الدراسة كلها عربي. بعد كده بيدخل رابعة وخامسة بتكون الدراسة باللغة الإنجليزية، بيدرس نفس المواد ولكن باللغة الإنجليزية. ابننا بينجح في ال5 سنين بيدخل امتياز، بعد الامتياز يقدر يشتغل بعد كده أو يستلم وظيفة زي ما بيقولوا.
بيكون ممرض أو فني تمريض على الدرجة الرابعة. طيب ابننا عايز يكمل كلية، يقدر من بعد ال5 سنين يكمل كلية، يدخل على سنة تانية مش سنة أولى، وبعد سنة تانية بعد كده بعد سنة تانية يدخل تانية وتالتة ورابعة، بتكون دراسة في الكلية، وبعد كده امتياز، وبعد كده يقدر يستلم تكليفه، بس المرة دي مش هيبقى بقى فني تمريض، هيبقى حاجة اسمها أخصائي تمريض. ده بكل بساطة شوية معلومات بسيطة عن المدارس الثانوية الفنية للتمريض. هي فرصة كويسة جدا ومهنة عظيمة جدا، وفرص العمل داخل مصر أو خارج مصر فرص كويسة جدا. وأنا بنصح أي حد مجموع ابنه يقدر يدخله تمريض إن هو يدخل تمريض. تمريض مهنة جميلة جدا ومهنة عظيمة جدا، وعشان نتكلم فمحتاجين فيديو تاني نتكلم على المهنة الجميلة دي. فأتمنى يكون الفيديو خفيف ولطيف، وأكون جاوبت كده على شوية أسئلة، عشان احنا بنسمع حاجات كده غريبة من بره. فلو في أي سؤال ما جاوبتش عليه في الفيديو تقدروا تكتبوا لي السؤال في الكومنت وأنا أرد عليكم بنفسي. سلام عليكم.